الحركة والرياضة. الحركة طبعا والرياضة دي مهم جدا إن نتحرك نص ساعة، أي تمارين، أي حاجة. شوفوا تمارين بتحبوها، لو مشي في الهواء الطلق، لو سباحة، لو زومبا. طبعا صديقتي. أول حاجة يعني رقص، أي حاجة يعني بتحبوها اعملوها، بحيث انها تبقى على الاقل نص ساعه كل يوم، مثلا 5 مرات 4 مرات، على قد ما تقدروا تحركوا. دي الحركه كتمارين. الحركه النوع التاني اللي هي بتبقى بعد الاكل. بعد الاكل بنتحرك حركه بسيطه 10 دقائق كده بس، يحركوا لنا كده معدل الحرق ويحركوا جسمنا والجهاز الهضمي وبتاع. ما تاكليش ابدا وتقعدي، يعني الاكل وقاعده على الكنبه او قاعده على الموبايل او التلفزيون او كده، لا دي غلط جدا، بتوقف، تنيم الدنيا كده. لكن لما هتتحركي هتحسي بفرق كبير، هتحسي ان ابتديتي تهضمي كده والاكل يتهضم ومعدل الحرق بيعلى وكده. فما تاكليش وتقعدي، كلي وتحركي حركه بسيطه، مش تمارين طبعا، لان التمارين بعد الاكل خطر، مش كويسه. بس اي حركه تمشي في البيت كده، اطلعي في كام سلمه 10 دقايق بس كده، اي حاجه تعمليها يعني.